بيتنمروا عليك بسبب شكل جسمك، وانا عارف قد ايه انه شعور صعب، وعارف انك حاولت كتير انك تغير منه بس ما لقيتش اي نتيجة. طب انت عارف ايه اصعب تحدي انا واجهته في شغلي مع العملاء؟ هو التحول ده. كريم كان جاي لي وهو من النوع الهارد جينر، من النوع اللي بيزيد بصعوبة، وكان هدفه ان هو عاوز يزيد زيادة عضلية. والصراحة انا كنت متوقع ان هو من الناس اللي هتستجيب في عضلات الجسم اللي فوق اكتر عن الجسم اللي تحت، لكن خمنوا بقى ايه اللي حصل العكس. لقيت ان رجليه هي اللي كانت بتستجيب اكتر عن عضلات الجسم اللي فوق، رغم اننا في عضلات الجسم اللي فوق بدأنا بعدد مجاميع قليل جدا وبشدة مناسبة، وعلى الرغم ان احنا جربنا فيها اساليب كتير جدا وزودنا بقى في عدد المجاميع لعضلات الجسم اللي فوق مع نفس الشدة اللي احنا كنا بنلعب بيها في المجاميع القليلة. وكمان لاحظت ان رجليه كانت من الجينات المميزة جدا عنده، واهمها عضلة السمانة. فانا قدرت ان انا اعمل معاه التحول ده في خلال 3 شهور بس، وكمان هو ما كانش منتظم بنسبة 100%، وده بقى علشان رمضان والاعياد والمناسبات بقى اللي احنا عارفينها. والتحول ده كان طبيعي بنسبة 100%. ممكن يكون التحول ده بالنسبة لبعض الناس مش ملحوظ قوي، بس علشان هو هارد جينر وكون ان هو يوصل للمستوى ده في 3 شهور وكمان ما كانش منتظم قوي، فده في حد ذاته انجاز كبير جدا. وهو كان عنده حاجة واحدة بس من اول ما بدأ المشوار، الالتزام، وان هو يكون عنده هدف عاوز يوصل له. ولو انت حابب اغير من شكل جسمك عشان ما حدش يتنمر عليك، ابعت لي على الخاص وانا هساعدك توصل لهدفك، واغير من نمط حياتك اخليه نمط حياة صحية. ويلا بينا نستعد لفورمة الصيف.